بعد صلاحيات كده ودي طرح النيل كله مع ان دي اجزاء خصبه جدا وارض الكومه ومعمول فيها محضر يعني مش صفه ورمل وزلط والكلام ده. طب ده ايه هم محضر من ممكن يتعمل في صحراء؟ طب ايه اللي يخليه يتعمل في مكان خصب زي ده؟ هو بيستغل ان الارض الزراعيه ارخص في ارض مصر وبياخدوها دلوقتي في الفراغ الامني ده كفايه امن والكلام ده ان هو بيبني على الارض الزراعيه. رقم اثنين، انت بتحمل الاقتصاد المصري على كبيره اللي انت هتبدا في ان انت تستورد القمح والرز والحاجات دي الاساسيه اللي عندك في مصر. يبقى انت يعني زي انت ما بتزرعش هتستورد، يعني انت بتستورد 55% من المنتجات في مصر، خلي انت بقى تستورد 75%، يعني زي 20% او 25%. رقم اثنين، الارض الزراعيه اللي هي بتزرعها دي المولوحه بتاعتها عايزين كده. ليه بقى؟ لان الميه بتيجي من السوق بتنزل الفائض اللي هي مثلا مصارف الكلام ده بتنزل كلها في البحر الاحمر، البحر المتوسط. فالميه دي البحر المتوسط الميه اللي بتجيب بتقلل من الوقت الميه اللي بترجع تاني. فالارض الزراعيه تبقى مالحه جدا، مش تقدر مثلا تزرع اهم حاجه في الزراعه. رقم اثنين،